كما لا يفوتني أن أعبر عن استنكارنا للحملات المغرضة التي تستهدف رموز سيادتنا وسمعة مؤسساتنا الوطنية، لا سيما وأن كل هذه المناورات المكشوفة مهما اتخذت من أشكال وتعبيرات لن تفلح في المساس بالعلاقات الوثيقة التي تربط الشعب المغربي بملكه، ولن تؤثر على استكمال مسيرة التنمية التي يقودها صاحب الجلالة نصره الله في ترفع تام عن صغائر الأمور ومناوشات المتآمرين، خاصة وأن هدفها معلوم لدى الجميع، وهو التشويش على الإنجازات التي حققتها بلادنا في شتى المجالات والثقة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي. وفي هذا السياق لابد أن ندعو جميعا إلى ضرورة التعبئة المستمرة والتحلي باليقظة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية لكافة المغاربة وقائد البلاد في مواجهة كل من يحاول الإساءة إلى مؤسساتنا وثوابتها الوطنية أو التشويش عليها.